الدهب طالع. كل الناس بتسأل نفس السؤال، ما عادش حد وراه حاجة تانية غير كلمة الدهب طالع الدهب نازل. يا إما يطلع يجري يشتري، يا إما يبيع. بصراحة كده كل يوم نسمع نفس الجملة: الدهب طالع، الجرام وصل كام دلوقتي؟ والناس بتسأل: أشتري دلوقتي ولا استنى ولا أبيع واستفيد؟ في حلقة النهاردة إن شاء الله من اقتصاد ببساطة هنجاوب على السؤال اللي محير كل بيت في مصر. في الأول لازم نفهم حاجة مهمة جدا قبل ما تفكر تبيع ولا تشتري. الذهب مش مجرد زينة أو تحويشة عمر، الذهب عملة حقيقية، قيمته بترتبط بالدولار وبالاقتصاد العالمي. كل مرة بيحصل فيها خوف أو أزمة في العالم الناس بتجري تشتري ذهب. ليه؟ علشان هو أكتر حاجة بتحافظ على القيمة لما الدنيا تهتز. أول ما يحصل في حياتك مشكلة، الذهب هو السند اللي انت حاطه ليك. طيب السؤال: ليه الذهب بيزيد أصلا؟ في 3 أسباب رئيسية. أولا، لما الدولار يعلى لازم سعر الذهب بيزيد لأنه مرتبط بالدولار. 2، لما التضخم يزيد الناس تسيب الفلوس وتشتري ذهب. 3، الحروب والأزمات، أي توتر سياسي أو حرب بيخلي الناس تخاف على فلوسها فتلجأ للذهب كملاذ آمن. يعني باختصار، كل ما الدنيا تبقى قلق الذهب بيزيد. والعكس صحيح، لما الدنيا تهدى والأسواق تستقر الناس تبيع الذهب فيبدأ سعره ينزل شوية بشوية. طيب نرجع للسؤال اللي كل الناس بتسأله: أشتري ولا أبيع؟ بص يا سيدي، الإجابة بتعتمد على ليه بتشتري. لو بتشتري علشان تحوش على المدى الطويل يبقى اشتري وما تقلقش، لأن الذهب دايما بيزيد على المدى البعيد حتى لو نزل فترات قصيرة وبيرجع يطلع تاني. إنما لو بتشتري علشان تكسب بسرعة أقول لك لا، خلي بالك أنت كده بتغامر مغامرة مش معروف آخرها، لأن ممكن السعر يثبت أو ينزل مع الدولار، خصوصا لو السوق هدى أو الدولار نزل شوية. خلينا أبسطها لك شوية بمعنى تاني: الذهب مش وسيلة ربح سريع، هو وسيلة أمان طويل المدى. طيب لو أنا معايا ذهب دلوقتي أبيع؟ لو أنت محتاج سيولة ضروري ماشي، لكن لو مش محتاج الأفضل تحتفظ بيه، لأن لسه العالم مش مستقر تماما ولسه في احتمالات للصعود موجودة حتى لو كان بينزل. يعني حتى هو لو بينزل دلوقتي في احتمالات لصعوده. أهم نصيحة: ما تشتريش ذهب جاهز وغالي المصنعية إلا للزينة بس. لو هدفك الاستثمار اشتري سبائك أو جنيهات ذهب، لأن المصنعية فيها قليلة ومكسبك الصافي أكبر. في النهاية يا جماعة، الذهب دايما كان مرآة الخوف في العالم. لما الناس تقلق الذهب يلمع. فما تخافش من الغلا، خاف تكون مش فاهم اللي بيحصل. لو الفيديو ده فادك دوس لايك واشترك في القناة واستناني في الحلقة الجاية. كانت معاكم قناة اقتصاد ببساطة، افهم علشان ما تنخدعش. في أمان الله.